فيلمنا النهاردة بيحكي عن عصابة بتحاول تورط موظف شريف في السرقة، ولما مراته بتحاول تقف جنبه بتتورط في أكبر سطو مسلح وبتفقد جنينها. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا واحنا في المطار وشايفين شخص بيتفتش وبنلاحظ عليه التوتر جدا وبيكون عارف إن في حد تبعه مستنيه. وبعد كده بنروح لنيها واللي بتكون مضيف الطيران، وبنشوفها وهي بتسلم على ابن واحدة من الركاب بمنتهى الشغف، وبنعرف من زميلتها إن هي حامل من 3 شهور، وبتبدأ ترجع في الذكريات من 8 شهور فاتت. وبتكون اتعرفت على كيتو أثناء ما كان من ضمن الركاب على الطيارة، وبيتكلموا مع بعض لما بيقول لها إن الوجبة اللي جات له غلط لأنها غير نباتية، وبتتأكد من حجزه وبتعرفه إن الوجبة مظبوطة، بس بترجع بعدها بشوية وبتبدله الوجبة وبتديله بتاعتها، فبيبتدي هو يعجب بيها. ومن الصدفة الغريبة والعجيبة إنه بيقابلها تاني مرتين، مرة وهي في مالها ليلي وهي مع أصحابها، والمرة التانية بتكون واقفة على الطريق وعربيتها عطلانة فبياخدها هي وأصحابها علشان يوصلهم. وقبل ما بتنزل على البيت بينادلها فبتفهمه إن لو غرضه غير شريف فيبقى ظنه خاب تماما، ومن الوقت ده بيقرر إن هو يرتبط بيها، وبيقدر يوصل لها عن طريق الانستجرام، وبيبدأوا يتكلموا كتير مع بعض ويتفقوا إن هم يتقابلوا. وفعلا بيتقابلوا، ومن اللحظة دي بتبدأ نيها هي كمان تعجب بيه، وبيقربوا من بعض أكتر وبيتكلموا كتير وبيتقابلوا لأكتر من مرة. وفي يوم بيكونوا قاعدين مع بعض وبيلاحظ علامة جرح قديم في رقبتها، ولما بيسألها عن سببها بتقوله إن هي قديمة ومش فاكرة. وبنرجع تاني للحاضر وبنكمل معانيها وهي في الطيارة، بس بتتصدم لما بتلاقيه موجود على الطيارة معاها ولكنها ما بتتكلمش معاه. وبنرجع فلاش باك مرة تانية وبتفتكر لما قالت له إن هي حامل، ولكنه في الأول ما بيكونش مرحب بالفكرة نهائي وبتحزن نيها جدا. لكن بنتفاجئ بيه وهو بيقلع الدبلة من إيديه وبيديها لها وبيطلب منها الجواز، وبتستغرب جدا من طلبه لأنه اتغير بسرعة كده، وكمان بيكون فرحان جدا. وبيخرجوا مع بعض وبيبدأوا يخططوا لمستقبل طفلهم، وبيطلب منها رقم عيلتها علشان يطلب إيديها. وأثناء ما بيكونوا بيتكلموا مع بعض بيجيله اتصال من ناس قاعدة معاه في نفس المكان، ومن الواضح إن هم بيراقبوه، وأول ما بيرد بيشتموه وبيخرج لهم بسرعة. ولكننا بنلاحظ معاملتهم معاه بعنف وبيحاول يداريهم عنيها، وبيكون واضح كمان إن هو بيتوسل ليهم على حاجة وخايف منهم جدا. فنيها بتقوم علشان تخرج له وبتلاقيه هو داخل عليها، وبتكون متوترة جدا من اللي شافته وبتفضل تسأله مين دول، فبيحاول يهديها وبيقعدوا مع بعض. وبيبدأ يشرح لها إن هو من سنتين أسس شركة تأمين على الألماظ، وإن في موظف عنده اختلس ألماظ بقيمة 20 مليون دولار وهو اللي مطالب إن هو يسد مكانه. فبتتصدم نيها لأن طول الفترة دي مخبي عليها وعارف إن هو متورط في مشاكل، ومع ذلك علقها بيه. وبتسأله عن وضعها إيه بعد ما أصبحوا بيأسسوا عيلة، وبتعرفه إن هم أكيد هيتضروا كده معاه، ولكنه بيأكد لها إن مفيش حاجة هتأثر عليهم كعيلة وإنه هيقدر يتصرف ويجيب الفلوس أو الألماظ. وبنعرف منه إن أصحاب الألماظ مستعجلين عليه وعايزينه يسرق ألماظ تاني من عملاء شركته. فبتتصدم نيها وبتسأله لو فعلا كان هيسرق، فبيقول لها إن هو مش عارف هيعمل إيه بالظبط. فبترد عليه وبتقوله إنه كان سألها عن أثر الجرح اللي في رقبتها، وهو إن والدها كان متورط في قضية غسيل أموال للمجرمين واتقتل وهو جنبها في العربية، وشظية الطلقة جت وجرحتها. وبتقوله كمان إنها مش حابة إن الطفل اللي هيجي للدنيا يمر باللي هي مرت بيه. وبنرجع للطيارة من تاني وبيكون واضح على كيتو ونيها إن هما متفقين على حاجة، وبنفهم ده من خلال نظراتهم لبعض. وبنرجع تاني للماضي وبنشوف كيتو وهو مع رئيسه عمر ومعاه الوزير وبهجت مساعد الوزير، وبيتفق معاهم عمر إن هم هيهربوا تليفون ظهره كله ألماظ، وبيكون الغرض طبعا تهريب الألماظ بطريقة غير شرعية. وبيتفقوا إن هم هيحطوه في شنطة ليها رقم سري ويبعتوا مع ساعي خاص بيه، والوزير هيكتب جزء من الرقم والرئيس عمر اللي هو صاحب الشركة هيكتب جزء تاني من الرقم، وطبعا ده علشان محدش فيهم يخون التاني. وبيفهمهم عمر إن التليفون فيه شريحة تتبع وإن أي حد هيلمسها هيعرف على طول لأن هتجيله رسالة، ولو الشنطة كلها اتسرقت هيعرفوا مكانها بسهولة. وطبعا كل ده بيحصل وكيتو بيبقى واقف ومركز جدا. وبعد ما بيخلصوا بياخد كيتو بهجت وبيوديه معاه المالها ليلي، وبيعرفوا إن هو عارف نص الرقم السري وعايز يعرف منه النص التاني، ولكن بهجت بيكون قلقان بسبب تحذيرات الرئيس علشان الشريحة، فبيطمنوا كيتو. وبنرجع مرة تانية للحاضر وبنشوف نيها وهي بتقول لكيتو إن الساعي مركبش الطيارة، وبنكتشف إن هي متفقة معاه في عملية السرقة. وبيتوتر كيتو وبيقوم يدور عليه على حسب الصورة اللي معاه، ولما بيتصل بعمر بنلاقيه بيقوله إن الساعي على الطيارة، ولكن ما بيسمعش باقي الكلام والشبكة بتقطع. وبيقول كيتو لنيها إن عمر غير الساعي وملحقش يعرف شكله، وبيعرفها إن الساعي هيرفض الأكل والشرب وبيديها علامات علشان تقدر تقوله عليه. وبتقدر نيها تتوصل لواحد بنفس العلامات اللي قال عليها دي، فبتدلق عليه العصير علشان يدخل الحمام ويقدر كيتو يتأكد من وجود الشنطة معاه. ولكن فجأة بنلاقي ملثمين بيهجموا على كل اللي في الطيارة، وبيسألوا عن الضابط اللي في الطيارة وبيهددوه إذا ما ظهرش هيقتلوا نيها، وفعلا بيرفع إيديه وبيكتفوه.
وواحد من الملثمين بيزق نيها، ولكن واحد من الركاب بيقوم يدافع عنها، بس للأسف بيتضايقوا منه وبيضربوه ضرب جامد جدا. وبنلاحظ إن هما جايين يحرروا كشمير، وبيطلبوا من كل الركاب إن هما يتنقلوا من مكانهم، لكن كيتو ما بيكونش عايز يتحرك علشان يقدر يسرق الشنطة. وبيلاحظ إن الساعي كمان بيحاول ياخد الشنطة وبيتأكد إن هو، لكن الملثمين ما بيدولهمش فرصة، فبيضربوا كيتو وبيزقوا الساعي، وبيبدأوا يهددوا كابتن الطيارة بنيها وإن هم هيوقعوا الطيارة لو ما أفرجوش عن واحد اسمه عادل. وكمان بيأمرهم إن هم يغيروا اتجاههم لمدينة تانية وينزلوا في مطار اسمه كول. وبنشوف الشرطة وهي بتاخد إجراءاتها، ومن ناحية تانية بيكون الوزير على علم باللي حصل وبيبلغ بهجت وبيقول له يروح على مطار كول علشان يستلم الشنطة، وبيعرفه بعملية السطو اللي حصلت. وبنرجع للطيارة مرة تانية وبنشوف نيها وهي سامعة صوت بكاء الطفل اللي كان في أول الفيلم وبتفتكر اللي حصل لها. وبنرجع فلاش باك مرة تانية مع نيها وكيتو، وبنشوفهم هما الاتنين وبيحاولوا يهربوا من نفس الأشخاص اللي اتهجموا عليه قبل كده، ولكن ما بيقدروش يعملوا كده، وبيمسكوا كيتو وبيضربوا نيها في بطنها بمنتهى العنف. وفجأة بنشوف نيها في المستشفى وبتنهار لما بتعرف إن هي فقدت الجنين، وعلشان كده قررت إن هي تسرق الألماظ. وبنرجع للحاضر وبنشوف كيتو وهو بيحاول يسرق الشنطة بعد ما بيكون قال للعصابة إن هو عايز ياخد الدواء بتاعه، ولكن فرد من أفراد العصابة بيلاحظ إن كيتو بيكذب فبيضربه بمنتهى العنف وبيكسر له مناخيره. وبتيجي نيها وبتقول له إن هما مش هيقدروا يسرقوا الشنطة ولازم يصرفوا نظر، ولكن كيتو بيقول لها إن ده أنسب وقت لأن محدش هيشك فيهم والكل هيشك في العصابة، والظابط بيكون مركز معاهم جدا. وبنرجع للشرطة وبنلاقي إن تم الإفراج عن المسجون، وبنشوف المحقق وهو بيتفق مع الشرطي إن هم تلقوا الأوامر بتبادل الرهائن مقابل المسجون عادل، وبيتم الهجوم عليهم، بس المحقق ما بيكونش عامل حسابه على كده، والظابط بيقول له إن هو هيتولى عملية الهجوم بس هو يراقب كويس الموقف، فالمحقق بيكون قلقان جدا. وبنشوف بهجت وهو واقف في المطار مستني الطيارة علشان الشنطة، ومن ناحية تانية بتكون نيها في الطيارة بتحاول تشغل فرد العصابة علشان يقدر كيتو يتسلل ويسرق الشنطة، وفعلا بيعمل كده وبيبدل التليفون اللي فيه الألماظ بالمزيف، ولكن فرد من أفراد العصابة بيشوفه وبيقول له بتعمل إيه، ولكن كيتو بيتوتر جدا وبيحاول يوقف فرد العصابة على إنه ينادي الباقي، ولكن بيقتله بالغلط والطيارة كلها بتسمع صوت الرصاص، وبتيجي العصابة كلها وبتلاقي زميلهم مقتول وكيتو واقف فبيضربوه بمنتهى العنف ولكن ما بيموتوهوش. وبيلاحظ الضابط اللي بيحصل، وبنشوف كيتو وهو بيتسحل منهم على الأرض وبيفك الضابط نفسه وبيقوم ياخد المسدس من فرد العصابة المقتول، وبتكون العصابة لسه مكملة ضرب بعد ما دخلوه الحمام، والضابط بيقتلهم وبيطمن الناس وبيقول لهم خلاص كلهم اتقتلوا، ولكن لما بيدخل يفك كيتو بيكتشف ان هو متكتف وما بيكونش عارفين يفكوه علشان الحاجات اللي هو متحوط بيها، وبيبلغ الضابط الشرطة بالموقف اللي على الطيارة، وبيفك كيتو وبينزل يقابل بهجت علشان يكملوا اللي اتفقوا عليه. ومن ناحية تانية الشرطة ما بتلاقيش أي فرد من أفراد العصابة نهائي ولا حتى بيلاقوا الضابط، وبنكتشف إن الضابط ده فرد من أفراد العصابة، وبيحتجزوا كل الركاب لما بيعرفوا إن العصابة غيرت ملابسهم وهم في الأصل كانوا ملثمين فمحدش هيعرفهم. وبنروح لبهجت وهو مع كيتو وبنشوفه وهو بيضربه علشان الألماس كان فالصو، وبينهار كيتو لأنه متأكد إن هو بدل التليفون وأخد الحقيقي، ولما بيروح يتكلم مع نيها بتحاول تهديه لكنه بيتعصب عليها وبيكون هيموتها، وبيعترف لها بالحقيقة إن هو كان بيمثل عليها الحب علشان يقدر يهرب الألماس بمساعدتها، وبتصدم جدا نيها، ولكنه بعد ما بيسيبها بنكتشف إن هي كانت عارفة. وبنرجع فلاش باك لليوم اللي العصابة ضربتها في بطنها، وبنشوف الموبايل وهو بيقع منها وبالصدفة بيكون بيسجل الحوار اللي دار ما بينه وما بين الولد التاني، وبيقول له المفروض ما كنتش ضربتها، فبيعتذر له بيقول له أنا آسف والمفروض إن هو كان بيضربه في الأساس. وبتنزل تشوفه وهو بيعنفه في الكافيتيريا وبيعتذر له مرة تانية وبيقول له الخطة نجحت والجنين نزل، وبعدين مشيت وراه وعرفت إن هو كان في علاقة مع واحدة تانية، وعلشان كده هي قررت تنتقم منه بطريقتها، وبتكون اتفقت مع صديقها واللي بيكون الضابط المزيف على كل اللي حصل في الطيارة سواء خطف أو قتل وكمان ضرب كيتو، وبيحققوا الشرطة مع كل اللي كانوا في الطيارة ولكن كلهم بيجمعوا إن هم شاكين في كيتو. وبنشوف الوزير وهو بيكتشف إن التليفونين مفهومش ألماس حقيقي، وبيكون عايز يتأكد إن السطو ده كان علشان سرقة الألماس مش تحرير المسجون لأن هم رجعوه تاني السجن، وبيكلم الوزير الضابط وبيعنفوا إن هم فشلوا في إن هم يقبضوا على العصابة وإن الأسلحة كلها ما كانتش حقيقية فمفيش أي لزوم لحبس الركاب الفترة دي، وبيكون بيعمل كده علشان يقدر يجيب كيتو. أما نيها فبعتت للوزير إثبات إن كيتو وبهجت اتفقوا على خيانته، وبيتعذب كيتو من الوزير وبيكون فهم إن نيها هي اللي عملت كده، وفي الآخر بتروح له نيها المستشفى بعد ما بيكونش فيه حتة سليمة، وبتعرفه إن هي اللي عملت فيه كل ده وإن مش هو لوحده اللي ذكي، وبيخلص فيلمنا وإحنا شايفين إن نيها راكبة الطيارة بعد ما باعت كل الألماظ. وقبل ما تقفل الفيديو حابين نفكركم إن كيدهن عظيم وإن الذكي فيه الأذكى منه. وبكده بيكون خلص ملخصنا النهارده، ما تنسوش تعملوا لنا فولو على الانستجرام وما تنسوش اللايك والشير وتعملوا لنا سبسكرايب وسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات وقولوا لنا إيه الأفلام اللي حابين نلخصها لكم.